لذلك أبو طالب مات كافرا ولم يسلم وهو مخلد في نار الجحيم رغم أنف الجاهلين. وأبو سفيان أسلم، لا أعلم أنه بشر بالجنة لكن أسلم وهو من الصحابة ومن أرجى الناس من يرجى لهم جنات النعيم رغم أنف الجاهلين. ولا الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما في أحد يشفع لكافر ولو كان شهيد ولو كان نبي، مو شهيد نبي، ما في أحد يشفع لكافر إلا هذا مستثنى، شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في كافر وهو عمه أبو طالب. وأيضا هذه الشفاعة لا تخرجه من النار إلى الجنة، لأن الله حرم الجنة على الكفار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن هذه الشفاعة أخرجته من الدرك الأسفل من النار إلى أصبح في ضحضاح من النار، هذا العذاب فقط. إذن هذا أبو طالب.